اهلا بيكو في اكله وضحكه. اهلا بيكو في احلى فته مصريه. اللحمه طريه ودايبه، والشوربه صافيه، والثوم والخل حاجه كده على مزاجك. هنعمل فته بتاعت زمان، بتاعت مامتي وجدتي. جاهزين نشوف اسرار الفته؟ جاهزين؟ يلا بينا. انا جبت لحمه موزه، بتبقى قطعه كبيره وانا بجيبها واقطعها ونشفتها حلو. بصي اللحمه اهو مقطعاها، بصي طريه ازاي وبصي لونها جميل ازاي. جبت الحله اللي هسلق فيها ولسه ما فتحتش على النار. اول حاجه هنحط اللحمه، حطيت عليها ميه ساقعه عادي من الحنفيه وشغلت عليها النار ومش هغطيها. اول ما تبتدي تغلي سيبيها 10 دقائق تغلي، ما تخليهاش اكتر من كده، احنا عايزين نستفيد بالفوائد الشوربه بتاعه اللحمه. بالظبط 10 دقائق تبتدي الريمه تطلع، وزي ما انتم شايفين اهو الريمه ابتدت تطلع، الحاجات اللي مش كويسه ابتدت تطلع. دلوقتي بسرعه هاخدها هصفيها، وبعدين هشطفها بميه سخنه. غليت ميه في الكتل هكب عليها ميه عشان اشطفها، وبعدين نبتدي نسلقها عشان ناخد الشوربه للفته. هروح اصفيها وارجع لكم. رجعت طبعا غسلت الحله. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط كل اللحمه بعد ما شطفناها بالميه السخنه. جايبه ورق لورا، جايبه بتاع من 8 ل 10 ورقات، بيدي نكهه حلوه قوي للشوربه. وجايبه 4 فصوص ثوم، وحاطه معلقه صغيره فلفل حب، ومعلقه صغيره كزبره ناشفه حب مش بودر، ورشه خفيفه جدا قرفه. وهو هدلقهم كده. وبعدين جايبه ميه من الكتل مولعه سخنه اهو البخار طالع منها، هننزلها. لازم الميه تغطي اللحمه. هننزل البصل اهي، نزلت بصلايه كبيره. هنرمي كام حبه حبهان اهو. هيبتدي يغلي هنغطي عليه، هتغطي عليه وتسيبيه سنه مفتوح كاني حطاها في حله بريستو. عايزين نشوف اللحمه استوت ولا لا اهو. بصوا، وبعدين هقفل عليها، كل واحد يحط الملح اللي هو بيحبه. ما بتطلعيها وهي سخنه، ما بتغطيهاش. لو غطيتيها البخار هيتكتم جوه وهتنشف. سيبيها لغايه ما تبرد تبقى دافيه وبعدين تغطيها. ادي صفيتها وصفيت اهو الشوربه. دلوقتي احنا هنعمل العيش. انا عندي عيش اسمر اللي هو ده. عايزه عيش شامي اعملي، عندك عيش بلدي كله شغال. جبته وفتحته، جهزت بتاع 4 5 معالق سمنه بلدي وسيحتها يا دوبك دافيه. هحط عليها، خدت معلقه توم مفروم هحطها في السمنه اللي هدهن بيها العيش اهو. هندهنها حلو، نقلبها حلو. احنا مجرد ان احنا ايه، هندهن اهو كده. بندهنه من قدام من فوق ومن تحت اهو. نرجع نقلبه، وبعد ما ادهنه كله بقطعه. اعمل ايه دلوقتي؟ همسك 2 2 واقطعهم مكعبات اهو. شايفين؟ هتقطعي مكعبات كده. بالحركه دي انا ضمنت كل العيش متغلف بالثوم والسمنه اهو. هسخن الفرن وادخله في الفرن، وكل شويه اديله تقليبه كده لغايه ما اوصل للون الذهبي المقرمش. العيش بعد ما حمرتها في الفرن وكل شويه كنت بروح اقلبها، هو ده اللون الحلو. بصوا، لازم ما يبقاش ولا واحده تبقى طريه فيه، لازم. اهو سامعين الصوت؟ ودلوقتي هنعمل الرز بتاع الفته. انا حطيت 3 معالق سمنه بلدي، سايباها تسخن. الرز غسلته، دول 3 كوبايات رز، كوبايه المعيار. غسلته حلو قوي لغايه ما النشا اللي فيه راح بقى لون الميه ابيض. صفيته وسبته لغايه ما نشف خالص. بصوا لازم يكون ناشف كده. دلوقتي اهو سخن، هنحط الرز قلب فيه، مش هنسيبه خالص. تفضلي كل شويه رايحه جايه تقلبي فيه لغايه ما يبتدي يتحمص. يبتدي يعني يا دوبك واخد لون فاتح قوي، لون ذهبي فاتح كده. خلاص بقى مفلفل، وكل حبايه اتغطت بالسمنه عشان نضمن ان هو ما يعجنش. دول 3 كوبايات رز، هحط عليهم 4 كوبايات ونص شوربه. واذا عوزتي ابقي زودي تاني، اذا عوزت هزود تاني اهو. هنهدي النار. شلت كوبايتين، وادي الكوبايتين التانيين. هحط من 4 ل 4 ونص، فانا هستنى واشوف محتاج ولا لا. هقلبه وهدوق الملح بتاعه وهشوف محتاج ولا لا. هنديله تقليبه وما نقعدش نقلب فيه كل شويه، وما نفتحش عليه برده.
ما نفتحش عليه غير بعد ربع تلت ساعه، هنوطي عليه خالص. ودلوقتي هنشيك على الرز بعد 20 دقيقه. بصوا الرز مفلفل ازاي. هنعمل ايه بقى؟ خلاص هنقفل عليه ونبعده. هنحط معلقه سمنه وهنديها تقليبه بس كده اهو. نديها تقليبه وهنبعدها عن النار. انا خلاص جهز. حله حطيت فيها معلقتين سمنه وثلاث روز توم، ادي اهو طحنتهم وهحطهم عشان اعمل الدقه بتاعه الفته اهو. هو الفته بتحب التوم الكتير، بتحب التوم والخل. هضيف معلقه صغيره كزبره مطحونه بس تاخد لون ذهبي. هتشوفوا هننزل بقى بالخل وتبتدي الريحه تعبي البيت وتفتكروا ايام العيد ولمه العيله. ادي اللون اللي انا بحبه، يبقى اللون بتاع التوم اهو. دلوقتي هعمل ايه؟ انا حاطه 1 إلا ربع خل، يا دوبك تاخد غلوه وهرفعها وهحطها. دي الشوربه اللي احنا هنستعملها في الفته. دلوقتي انا جبت طاسه على النار وحطيت السمنه، وهو اول ما ابتدت تسخن هنحمر اللحمه عشان ما تنشفش منكم. اللحمه هتتحمر يا دوبك تلف في السمنه، بلاش نحمرها قوي عشان ما تنشفش. دلوقتي خلاص الفته خلاص جهزت. ادي العيش المتحمص، اللحمه بعد ما اتحمرت، الرز، وادي الدقه. بصوا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الطبق اللي احنا هنشتغل عليه، هننزل العيش اهو بنحطه من تحت. حطي الكميه اللي انت بتحبيها. هنحط الطبقه بتاعه الرز اهو، اوريكم ازاي. ودلوقتي الدقه وهي سخنه هبتدي اوزعها على الرز. حطي كميه الدقه اللي انت تحبيها. يا سلام على الريحه. ودلوقتي خلاص ابتدينا نرص في اللحمة. دي آخر طبقة وكده الفتة جاهزة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. يلا باي.